النفسي اللي بيحاول يساعد حسن في التعامل مع مشاكله النفسية، والدور ده كان مهم جدا لانه بيظهر الجانب الطبي والعلمي في القصة، وشخصية الطبيب كانت بتمثل الشخص اللي بيدرس حالة حسن وبيحاول يفهم ابعادها، لكن في نفس الوقت كان بيدعم حسن بشكل شخص. اداء احمد راتب كان هادي وواقعي، وده كان مناسب جدا لشخصية الطبيب اللي بيحاول يحافظ على توازنه رغم تعقيد الحالة اللي بيتعامل معاها. مشهد المواجهة بينه وبين حسن لما بيشرح له حقيقة حالته النفسية كان من المشاهد القوية اللي بتظهر قد ايه الموقف ده كان صعب على الاتنين. وتأثير الشخصيات الثانوية على القصة، الشخصيات الثانوية دي كان ليها دور كبير في توضيح أبعاد مختلفة من شخصية حسن، وكل شخصية كانت بتضيف جزء من البذل اللي بيشكل نفسية حسن وطريقة تفكيره. من خلال التفاعل مع الشخصيات دي بنقدر نفهم أكتر عن الصراعات الداخلية اللي بيعيشها حسن، واللي هي في النهاية المحور الأساسي للفيلم. الشخصيات دي ساهمت بشكل كبير في إن الفيلم يطلع بالشكل اللي شفناه، وكل ممثل أضاف لمساته الخاصة اللي دخلت القصة، اللي خلت القصة تبقى مؤثرة ومتعددة الأبعاد. وهنا نيجي للإخراج. الإخراج كان تحت قيادة المخرج خالد مرعي، كان ممتاز جدا جدا جدا. الفيلم متصور بطريقة بتخلي المشاهد يعيش مع الشخصيات ويفهم مشاعرهم، والإيقاع كان مناسب جدا. مفيش لحظة ملل في الفيلم، والمشاهد الدرامية كانت متوزعة بشكل متوازن مع المشاهد الكوميدية بالظبط. من أهم الحاجات اللي تميز الفيلم ده هو استخدام الإضاءات والموسيقى بشكل بيخلق جو مؤثر. مثلا في المشاهد اللي بيكون حسن بيتكلم مع والدته والإضاءات بتكون خافتة شوية، وده بيدي إحساس بالعزلة والوحدة اللي حسن حاسس بيها. ونيجي للسيناريو. السيناريو اللي كتبه أيمن بهجت قمر كان متماسك جدا، خصوصا في طريقة تقديم الأحداث والمفاجآت اللي بتظهر للمشاهد مع تقدم القصة. الحوار كان بسيط وواقعي، وده بيخلي المشاهد يتواصل مع الشخصيات بسهولة. الفيلم كان مليان مشاهد بتعلق في الدماغ، زي مشهد النهاية لما حسن بيواجه الحقيقة وبيقدر يتصالح مع نفسه. والرسالة هنا في الفيلم بيوصل رسالة مهمة جدا عن تأثير الفقدان على نفسية الإنسان، وإزاي الشخص ممكن يتعامل مع الحزن ويفهم مشاعره بشكل أفضل. كمان الفيلم بيسلط الضوء على أهمية الدعم النفسي والعاطفي اللي ممكن الشخص يلاقيه من أقرب الناس اللي حواليه. ونيجي للنقد. بالرغم من كل المميزات دي، في ناس شايفين إن الفيلم كان ممكن يكون أقصر شوية، وبعض المشاهد كانت مكررة، بس بصراحة أنا شايف إن دي تفاصيل صغيرة مش بتأثر على قوة الفيلم ككليا يعني. ونيجي للنهاية. فيلم آسف على الإزعاج واحد من أهم الأفلام اللي لازم تتشاف أكتر من مرة، لأنه بيقدم قصة إنسانية بتلمس القلوب. الأداء التمثيلي قوي، والإخراج المتميز كان أقوى، والسيناريو المتماسك كان أقوى وأقوى. كل ده بيخلي الفيلم تجربة سينمائية لا تنسى. وكده خلصنا موضوع حلقتنا النهاردة. أتمنى يكون عجبك الفيديو ويكون عجبك طريقة شرح الفيديو، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل كومنت تدعمني بيه، وتعمل شير للفيديو عشان كل أصحابك وكل حبايبك يشوفوا الفيلم. كان معكم معد البرنامج عبد الله وجيه. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.